كلنا بنخاف منه ومع ذلك لا مفر منه. اهلا بيك من تاني في بوك كافيه، وكعادة اي حلقة وكفي البداية هقولك تجهز مشروبك اللذيذ كده وانت قاعد، وتعالى نتكلم على رواية النهاردة، وهي رواية رقم 2 من قراءات القائمة القصيرة للبوكر 2023. والرواية اللي معانا النهاردة هي رواية الأفق الأعلى للكاتبة فاطمة عبد الحميد. والكاتبة فاطمة عبد الحميد مش بس ليها الرواية دي، لكن ليها 7 أعمال قبل الرواية دي، وهي الرواية الأولى ليها اللي تترشح للجائزة وتوصل لحد القائمة القصيرة. وبعد المداخلة او بعد المقدمة السريعة دي، خليني برضو اقول لكم تاني او اعيد لكم تاني الحاجة اللي احنا بنعملها، وهي بنعمل زي 5 حلقات كده هنتكلم فيهم عن 5 روايات اللي ترشحوا لجائزة البوكر، وهقول كده بتوقعي انا وبقراءتي انا مين احتمالية الرواية اللي ممكن تكسب وايه ترتيب الروايات بالنسبة لي. ودي طبعا حاجة كده بيني وبينكم هنا في بوك كافيه لحد ان شاء الله ما يتم الاعلان عن الرواية الفائزة، واتمنى ان احنا نكون نقدر نغطي ال5 روايات قبل الاعلان عن الجائزة باذن الله تعالى. ومن هنا خلينا ننتقل للنقطة الاهم في حلقتنا، وهي قصة الرواية بدون اي حرق للاحداث. الرواية بتاعتنا وهي رواية الأفق الأعلى، وهو المكان اللي فوق العالي اللي بيظهر منه النور وبيجي الفجر. المكان ده في واحد بيراقبنا، في واحد بيشوفنا، مش ربنا عز وجل لكنه ملك الموت، وهو الراوي العليم معانا في الرواية بتاعت النهاردة. هو اللي بيحكي لنا كل الأحداث، هو اللي بنعرف منه الشخصيات وبنعرف منه مصير الشخصيات وتاريخها، وإن هو بيكون النقطة النهاية لكل قصة ولكل حكاية بنعيشها. ومن هنا هو بيختار لنا حكاية معينة بيحكيها لنا، وهي حكاية سليمان ومراته. سليمان هو الفتى اللي عنده 13 سنة اللي بتجبره أمه إن هو يتجوز واحدة أكبر منه ب11 سنة، والست اللي اتجوزها هي بتجبر إنها تتجوزه لأن مفيش حد يتجوزها وسنها ابتدى يكبر. بيجي طرفين مجبرين على الجواز، طرف منه عشان ما يفوتوش قطر الجواز، وطرف منه صغير أمه هي اللي عايزة تشوفه يتجوز وعايزة تشوف عياله قبل ما هي تموت. كان في وقت من الأوقات، في موقف من المواقف، كانت أمه بتجيب سليمان ده من وهو بيلعب كورة عشان يروح في فراش الزوجية ويفعل اللي بيفعله الرجال. هو واد طفل عنده 13 سنة ما يعرفش المفروض يعمل ايه، والمفروض ان مراته هي تعلمه المفروض يعمل ايه. تخيل انت الحكاية معايا كده ممكن توصل لفين. مراته بتحاول تعلمه لحد ما بقى عندهم 3 ولاد وما زالت بتعلمه. عاش مع مراته وكأنها مراته وأمه، أو بالأخص كانت أمه في كتير من الأحيان. سليمان الطفل واللي مازال طفل حتى ما وصل 50 سنة، وفي وقت معين مراته بتتوفى، وده كله على لسان ملك الموت. ملك الموت ما بيسيبناش من القصة دي، لكن بيكمل معانا قصة سليمان، وبنشوف سليمان من بعد ما مراته بتموت بيعيش ازاي، وبنتعرف كمان اكتر على ولاده ال3 وحياة كل واحد منهم، وبالاخص الابن الاكبر اللي يمكن اتأثر بكتير، او لما اتولد كان سنه قريب جدا من سن ابوه، فكان لغة الكلام او لغة الحوار ما بينهم قريبة بشكل كبير، ويمكن كان اكتر الأطفال اللي مرتبطين بأبوهم سليمان عكس ولاده التانيين. فهل بقى الحكاية بتاعتنا انتهت مع موت مرات سليمان؟ لا، الحكاية مستكملة، والحكاية بنكملها مع سليمان نفسه اللي بنشوف المعاناة اللي هو هيعيشها، وهل هيتأثر فعلا بموت مراته، وحياته هتستكمل ازاي، واستكشافه الأمور جديدة من بعد وفاة مراته بتكون عاملة ازاي، لحد ما بنوصل لنهاية العالم ده بنهاية أقرب أو نهاية واقعية جدا لأي حدث، ولرواية بيتكلم فيها ملك الموت. دي كانت القصة كده ببساطة، وتفصيلة الحكاية ببساطة، بس محتاجين نتكلم أكتر عن الرواية زي ما اتكلمنا عن الرواية اللي فاتت اللي كانت مترشحة لبكر، وهي أيام الشمس المشرقة. هسيب لكم اللينك بتاعها عشان تاخدوا فكرة عنها. فخلونا ننتقل للجزء الثاني في الكلام عن الرواية. الرواية بدايتها من الغلاف البسيط جدا الهادي جدا، اللي لما تقراه هتكتشف المشهد اللي فيه، او هتكتشف الصورة اللي فيه اللي هو بيحاول يقدمها. فهو غلاف هادي جدا، غلاف هيوريك انت ممكن تقرا ايه، مش بيدل على امور كتيرة، لكن هو بيوريك الحالة العامة اللي انت ممكن تعيشها. نخش بقى على اللغة، واللغة الحقيقة كانت بسيطة سهلة جدا، الكتابة كانت متمكنة بيها جدا، السرد كمان في الرواية كان مشوق
كان سلس جدا. رواية مش كبيرة، رواية 230 صفحة، فيها كتير من الأمور وفيها كتير من القضايا اللي الكاتبة حابة تبرزها، وده اللي بان في الأحداث اللي هي بتتكلمنا فيها والتسلسل الطبيعي للأحداث. حتى لما فكرت إنها تدخل في تفاصيل جانبية، أو ملك الموت هو مش مركز مع شخصية واحدة وبيتحرك مع شخصيات تانية في لحظاتهم الأخيرة، كان الموضوع حلو جدا وكان بيفصلك من تسلسل السرد ويوديك في قصة تانية ويرجعك تاني. انت اصلا كنت بتبقى عايز ترجع، يعني مش الفاصلة دي ما كانتش بتوقفك عن الاحداث، لا هي كانت محمساك ان انت ترجع الحقيقة. فالموضوع كان سلس جدا. والبقى الغريب والمخيف فيه فكرة الاحداث او فكرة الحبكة، الغريب والمخيف فيه انت طول احداث الرواية انت حاسس ان ملك الموت قاعد جنبك، هو اللي بيحكي لك، هو اللي بيعرفك، وبعد ما يخلص الحكايه يقول لك يلا بقى سلام عليكم انت. فالموضوع انا بضحك، بس هو الموضوع لما تقرا كده هتحس برهبه فيه، هتحس بخوف. انت متخيل ان ملك الموت قاعد بيحكي معاك عن قصص ناس عاصرها، وعن قصص ونهايات لاشخاص كتيره حواليك. الموضوع فيه نوع من انواع العظه الدينيه، بس هو كده الكاتبه ما ركزتش عليه، بس انت بينك وبين نفسك كده الموضوع هيفضل في بالك، وفكره الموت هتفضل دايما موجوده جواك، وهتبتدي تفكر يعني مع الشخصيات كتيره اللي بتموت في الروايه دي. هي مش شخصيات محوريه، بس هتبتدي تفكر في الحياه وهتبتدي تفكر في امور كتيره، وده كان جانب من الجوانب الحلوه جدا في الروايه والخفيه. نخش بقى على النقطة اللي بعد كده، وهي الشخصيات. والحقيقة الكاتبة اهتمت بيهم بشكل حلو جدا، بداية من مرات سليمان لسليمان نفسه، للشخصية تاني اللي هيتعرف عليها سليمان، لأولاد سليمان نفسهم. على الرغم من سليمان يعتبر هو عندنا الشخصية البطل، لكن اهتمام بكل الشخصيات دي وجوانبهم وأبعادهم وإيه اللي حصل لهم والأمور اللي مروا بيها كانت من الحاجات الحلوة جدا، واللي الكاتبة الحقيقة كان عندها تمكن فيها بشكل رائع، وكان سلس جدا. ما حسسنيش باي زياده، كنت عارف كل شخصيه فين مكانها وفين موضعها، عارف ايه تفاصيلها، عارف ايه اللي ممكن يجي، عارف الدوافع بتاعتها. سليمان نفسه اللي في بعض الاحيان اللي كان غريب شويه، لان هو كان عنده حاله من حالات الغربه، التيه، طفل عنده 13 سنه بيشيل المسؤوليه بشكل كبير جدا، طفل طول حياته او طول خيالاته هو عايز يكمل الماتش اللي ما خلصوش من وهو عنده 13 سنة. فهل تكملته للماتش دي هتكون سبب من اسباب حاجة مهمة هتحصل في حياته؟ ده اللي انت هتبقى متشوق ليه وهتعرفه في الاخر، والنهايه بتاعته حتى هتكون نهايه دراميه جدا، في حاجه انا لسه بتكلم عنها الحقيقه. نيجي بقى للجزئيه النهايه واللي لسه متكلم عنها، لكن جزئيه تانية عايز اكلمكم عنها بقى. وقبل ما اقول لكم الروايه دي ممكن تتحط فين في البوكر، الجميل في الروايه دي ان هي على قد ما هي روايه من الحجم المتوسط 230 صفحه، الا ان الكاتبه كلمتك عن حاجات كتيره جدا وقضايا مهمه جدا. اول حاجه قضيه زواج القُصّر مش القاصرات، ودي حاجة مش متعارف عليها أو مش متداولة أو ما سمعناش عنها. دايما بنسمع عن زواج القاصرات، لكن هنا بنتكلم على زواج القُصّر، وهم الفتيان اللي بيتم تزويجهم ل زوجات أكبر منهم أو سيدات أكبر منهم. والموضوع ده مهم جدا، ويعني الكاتبة عملت فيه إثارة بشكل رائع. تاني نوع أو تاني حاجة هي اتكلمت عن الزواج وعن المسؤولية بشكل مهم، اتكلمت عن الخيانة، اتكلمت عن الحب في سن كبيرة شوية، وشكل الحب أو طعم الحب في السن ده بيكون مختلف عن الحب بتاع الشباب، وجسدته بشكل رائع جدا. يمكن من الحاجات اللي شفتها وكانت بتجسد الموضوع ده برضو بشكل حلو هو فيلم فوتوكوبي اللي كان بطولة محمود حميدة وشيرين رضا. فحسيت بالأجواء بتاعت الفيلم، هو طبعا الأحداث مختلفة والتفاصيل مختلفة، بس حسيت بنفس الأجواء أو بنفس الفايب والمشاعر. فالحقيقة الرواية من الروايات اللي عجبتني جدا، كانت مفاجأة جدا بالنسبة لي. فكرة إن ملاك الموت هو اللي معاك طول الحكاية أو طول القصة، بيحكي لك القصة وبيحكي لك الرواية وبيعرفك على الشخصيات، وبعدين ياخد منك الشخصيات دي ويدخلك في قصص تانية ويخرجك منها. وعلى مدار كل الحكايات دي كلها احنا معانا سليمان طول القصة وحكايته من بدايته لحد النهايه بتاعت الروايه. ففي النهايه كده وفي كلامي انا الشخصي وتوقعي للروايه دي، انا بالنسبه لي في قراءتي لحد الان هي الروايه دي من افضل الحاجات اللي قريتها، من الحاجات اللي برضو بداتها وخلاص وصلت لنهايتها. شايف ان الروايه دي من افضل الحاجات، ممكن احطها بشكل مؤقت في المركز الاول لحد ما اخلص الروايات اللي انا بقراها. توقعي ان الروايه دي ممكن تكون من الروايات الكسبانه بشكل كبير جدا، ويعني اتمنى ذلك واتمنى ان توقعي يكون صح، ونرجع للفيديو ده ونقول سجلوا واعرفوا ان انا توقعت توقع صح باذن الله.
دلوقتي جه دورك يا صديقي العزيز تجاوبني، هل قريت الروايه دي؟ قريت اي روايه من روايات البوكر السنه دي، روايات البوكر السنين اللي فاتت؟ كان توقعك في سنين من سنه من السنين كان صح؟ هل لما قرات روايه بعد ما اعلنوا عنها كنت شايف ان الروايه دي تستحق، او شايف ان روايه تانية هي اللي كانت تستحق انها توصل؟ استنى منك تقول لي الاجابات دي كلها في التعليقات، ونتناقش سوا ونتوقع سوا مين الروايه اللي ممكن تكسب السنه دي. ولو بتتفرج لحد هذه اللحظه فانا عايز اشكرك من كل قلبي، واتمنى ان انت تكون قضيت وقت ممتع في بوك كافيه. وما تنساش ان انت تقدر تدعم القناه بان انت تعمل لايك، تشارك الحلقه مع اصدقائك، وتشاركها على السوشيال ميديا، وكمان تدعمنا بالسنكس اللي موجوده جنب السبسكرايب اللي اتمنى ان انت تكون طبعا دايس عليه وعامل اشتراك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجديده. وما تنساش تعمل لي فولو على التيك توك وعلى الانستجرام. سلام.